ابن بشير قال نعم. قال خذ هذا، ثم حذف عليه صرة مليئة بالذهب. فلما وقعت في يد خزيمة أحس بأنها ذهب من وقعها على يده. قال هذه هدية لك. يوم بغى ينصفق بحصانه فأمسك خزيمة بن بشر بلجام الحصان. قال والله لا تذهب حتى تخبرني من تكون، هذا معروف عظيم، فأريد أن أعرف من ذا اللي تجمل فيني. قال والله لا أخبرك أبدا، هذه هدية لك من الله على كرمك ووفائك وطيبك طيلة حياتك. فبدأوا في شد وجذب، هذا يقول أخبرني وذاك يقول لن أخبرك، حتى وصلوا إلى نقطة الصفر. فقال عكرمة الفياض أنا جابر عثرات الكرام. قال جابر عثرات الكرام؟ قال نعم. فتركه يذهب. لما عاد عكرمة الفياض إلى الحرس وجد زوجته موجودة عندهم ومشغلتهم إشغال. وين الأمير؟ لماذا رحل؟ ولماذا لم يرافقه أحد؟ فلما وصل عكرمة الفياض سألته وكانت دموعها على خديها أين ذهبت؟ كيف تخرج في الليل لوحدك؟ قال كنت في بعض شأني. قالت بعض شأنك تخفيه عني وعن الحرس؟ ما كان ذلك الشأن إلا شيئا خبأته عني. أمتزوج أنت؟ قال يا بنت الحلال والله ما أنا متزوج، أنا وين وأنت وين؟ الله يا بنت الحلال. لكنها لم تقتنع وكانت دموعها تصب على خدودها. قال اسمعي سأخبرك وسأصارحك بشرط. قالت وش؟ قال أريدك أن تعاهديني ألا تخبري أي أحد بما سأخبرك به. قالت موافقة. فأخبرها. قال فيه واحد عندي في ذا الجزيرة نشمي وطيمه خزيمة بن بشر، جار عليه الزمان، أرسلت له ذا 4000 وأنا ملثم، وقلت له بأنني جابر عثرات الكرام، وهذه السالفة كلها ولا بأحد يدري حتى خزيمة بن بشر نفسه. قالت اهدى. يا مصبح الصبح ويفج بيبان بيته ويدعي حرمته وعياله ويروح يشتري الفواكه ويشتري له ذاك الطلي ويذبحه. قال اطبخيه يا مرة ويعزم الجماعة ويعود إلى ما كان في سالف عهده وزمانه. ثم يزوع على ظهر حصانه ويتله إلين وصل عند سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين آنذاك وكان في فلسطين. يوم وصل عنده سليمان يعرفه. قال ها يا خزيمة أطلت علينا الغياب، أين ذهبت؟ قال يا أمير المؤمنين حدث علي ما لم يكن في الحسبان. قال أخبرني. فأخبره بالحدث كاملا. قال تنكروا لك؟ قال تنكروا لي يا أمير المؤمنين. قال هجروك؟ قال هجروني يا أمير المؤمنين. فتألم سليمان بن عبد الملك من هذه الحادثة. كيف كريم مثل الرجال ذا وعايش في زماني وأنا ملك بني أمية يمر بهذا الحدث ثم يعاني؟ قال ومن أخرجك من هذه الضائقة؟ قال الله سبحانه. ثم رجلا يسمى جابر عثرات الكرام. فأخبره بالخبر. فكان سليمان بن عبد الملك يتعجب وينظر إلى الأرض ويتبسم ويقول جابر عثرات الكرام، أريد أن أعرف هذا الرجل، وصفه لي.